بين داعش في القيروان وهتلر بدولته النازية بجندوب. هكذا احتفل بعض التلاميذ بما يسمى بدخلة الباك بعدد من المعاهد الثانوية. صورنا أثارت جدلا واسعا ما دفع إدارات بعض المعاهد إلى التدخل وفتح تحقيق. في المقابل اختار تلاميذ معهد آخر الرد على الدخلة الداعشية من خلال رفع العلم الوطني إلى جانب شعارات وصور مساندة للجيش الوطني. ما شد الانتباه أيضا في احتفالات البكالوريا لهذا العام هو الكميات الهائلة من الشماريخ والألعاب النارية التي استعملها التلاميذ في احتفالاتهم، مشاهد دفعت الكثيرين للتساؤل عن كيفية إدخال مثل هذه المواد الخطرة إلى باحات المعاهد أمام أعين الإداريين والمربين. من جهة أخرى نظم تلاميذ أحد المعاهد الأخرى دخلة مميزة أثارت الإعجاب والثناء بعد تعبيرهم عن مناصرتهم للقضية الفلسطينية، فرفعوا معلقة كبيرة رسم عليها القدس الشريف إلى جانبه علم الدولة الفلسطينية قائلين: حاكموا أنفسكم أمام ضمائركم. احتفالات البكالوريا أو ما يعرف بالدخلة باتت مناسبة وطنية سنوية يعبر من خلالها مجتازو امتحان البكالوريا عن آرائهم وقناعاتهم السياسية والاجتماعية، احتفال يعبر بشكل أو بآخر عما يخالج عقول هذا الجيل، وإن تطرفت الأفكار فهي تستدعي التدخل العاجل والإنقاذ.